بعد الانتهاء بقى من الكراش كورس اللي احنا قلناه في الاي سي جي نتكلم على الكومبليكيشنز بتاعه الميوكارديال انفاركشن. وطبعا مش هينفع ننسى ابدا برضو بالاضافه للجدول اللي احنا شايفينه قدامنا ده الجدول بتاع باثوما والكلام بتاع ستيب 1 لانه برضو مهم جدا دلوقتي. طيب هنقول كلام اغلبنا عارفه. ايه الكومبليكيشنز الشهيره اللي ممكن تحصل؟ هو هنا مقسمهم في الجدول ده على حسب المكان اللي حاصل فيه الانفاركشن وايه الكومبليكيشن بتاعتها. هنضيف طبعا على الحاجات دي لان دي مش كل حاجه. اول حاجه لو في الرايت كوروناري ارتري فممكن يجي لك اكيوت رايت فنتريكولار فيلير على طول. تمام، اعرفها منين؟ قلنا من شويه ضغط واطي واللنجز كلير لان ده مش ليفت هارت فيلير. والاقي كوزمال ساين. هو كوزمال ساين بالمناسبه اللي هي ايه؟ عشان تاخد نفس جامد المفروض الجاجولار فين يخس. انت بتشفط الدم، لا ما دلوقتي في رايت فنتريكولار فيلير مش قادر يسحب الدم ده، فبالتالي بيعمل الحاجه بالعكس، بيبقى فيه بارادوكسيكال انلارجمنت في الجاجولار فين. هو ده الكوزمال ساين. وبرده في الايكو بتاعها الاقي الرايت فنتريكل هايبوكاينيتيك، الحركه فيه اضعف من الاول، فيه فيلير. ماشي. ايه كمان ممكن الاقيه؟ اكيوتلي او في خلال ايام 3 4 5 ايام في حاجات مهمه ممكن تحصل. الحاجه الاولانيه papillary muscle rupture. الحاجه الثانيه interventricular septum rupture. الاثنين دول مهمين جدا وبيجي اسئله فيهم كتير قوي. يقول لك البابيلاري ماسل ترابشر امتى يا دكتور؟ وخلي بالك كده مع الاسئله والاي سي جيهات اللي احنا عمالين نتكلم فيها، بالاخص مع الرايتوكروناري ارتري لما يكون السبب جلطه فيه. ليه بقى؟ هو بيخص الموضوع ده اكتر مع البوستروميديال بابيلاري ماسل. في كذا واحد، في ميديال وفي لاترال. البوستروميديال بابيلاري ماسل ليه؟ لان هي سنجل بلاد سبلاي، ملهاش ديوال بلاد سبلاي. فلو من برانش من الرايتوكروناري من ورا، فلو اتقفل الرايتوكروناري هتموت، خلصت. عشان كده هو بيركز على حته الرايتوكروناري ارتري مع البابيلاري ماسل. ده امتى؟ يقول لك النهارده يا دكتور حصلت له الجلطه وعالجنا، من 5 ايام جات له MI. طب ماشي، ايه اللي حصل له عشان اعرف الكومبليكيشن؟ جاله فجاه يا دكتور بعد 3 4 5 ايام سيفير بالمونري اديما. بنسمع بالسماعه، كانت الرئه بتاعته كانت معقوله شويه في الاول، دلوقتي احنا سامعين كراكلز في كل حته. لا مش بس كده، حطينا السماعه على الايبكس، وخلي من بالك من مكان مهم جدا، على الايبكس بتاع الهارت، لقينا نيو اونست هولوسيستوليك ميرمر اللي هي بتاعت ايه؟ الميترال ريجيرج. وظيفه البابيلاري ماسل ان هي تمنع الميترال ريجيرج. فانت لما بتوقف شغل البابيلاري ماسل بتعمل هولو سيستوليك ميرمر. طبعا الهولو سيستوليك دي ما تنساش وتسمعها امتى؟ بعد اس 2، يعني من اول اس 2 لغايه بدايه اس 1 اللي بعده. المسافه بين اس 1 واس 2 ما فيهاش حاجه، تبقى في ايه بعد الدودوم الاولانيين كده، حاجه شبه كده يعني. تمام. طيب في الايكو ايه اللي بلاقيه في الايكو؟ طبعا بتشوف المايترال ريجرج الفظيع اللي حاصل، والليفلتس فليل كده بتتمرجح رايحه جايه، فده معناه ان هي في ريجرجيتيشن. اللي بعده انتر فنتريكولار سيبتم رابشر. يعني ممكن ايه كمان يحصل له رابشر؟ يبقى فيه كده ثقب موجود، هو السيبتم اللي ما بين التو فنتريكلز. برضه في خلال قد ايه يا دكتور؟ من يومين، من 3 4 ايام، من 5 ايام جاي له MI. يبقى ناخد بالنا كويس جدا من الاونست، من قد ايه جات له MI. هيقولها لك، ممكن يقول لك بصراحه جات له MI من كذا، من 10 اسابيع مثلا. يعني احنا دلوقتي بنتكلم الحاجات دي تحصل في خلال ايام. طبعا السبتم بشكل رئيسي بيتغذى بايه؟ قلنا قعدنا نتكلم فيها كتير، الليفت انتيريور ديسندنج. تمام. الجزء البيزل من السبتم بالرايتوكرونري اللي هو ناحيه البيز اوف ذا هارت، لكن ناحيه الايبكس اكتر. الجزء الاغلب من السبتم بالسبتال برانش بتاع الليفت كرونري ارتري من الانتيريور ديسندنج. تمام. طيب ده الانفولفد ارتري عشان لو اتسالنا فيه. هيقول لي ايه بقى؟ 5 ايام يا دكتور جات له MI، النهارده صاحي الصبح بالم فظيع. الالم الفظيع ده ممكن يحسه مع السبتم رابشر او مع الفري وول رابشر. يعني الوول اللي رابشرت او السبتم اللي ما بين الفنتركلز هو اللي رابشر. فالالم ده انه يظهر بعد MI مش حاجه سبيسيفيك، ده اساسا ممكن يحصل له ري انفاركشن في نفس اليوم يعني، ويعمل الم تاني. ففكره تشيست بين مش حاجه سبيسيفيك. طب انا هعرف منين ان في سبتم رابشر؟ الاعراض الاهم بقى غير البين، هولوسيستوليك ميرمر. ايه ده يا عم؟ انت بتلخبطنا ليه؟ ما احنا نركز بقى. هولوسيستوليك يا دكتور عند الايبكس مايترال ريجيرج. هولوسيستوليك جنب الاسترنم باراسترنال، يبقى في فاكر الVSD في الاطفال؟
كنا بنسمعها فين؟ عند الابيكس ولا فين؟ لا طبعا جنب الاسترنم. فطبعا هولوسيستوليك ميرمر هنا هنسمع هولوسيستوليك ايوه، بس فين؟ تحدد السماعه تحطها جنب الاسترنم مش عند الابيكس. تمام؟ مش هنكتفي طبعا بالاوسكالتيشن، في حاجه ثانيه مهمه. الحاجه اللي بعد كده ان ده بيكون عنده تو فنتركلز فيهم فيلير. الفنتركل الشمال الدم عمال يطلع منه، ففي فيلير، مفيش دم بيطلع منه للاورطه وباقي الجسم، ففي ليفت فنتريكولار فيلير. وكمان الناحيه اليمين بقى يجي لها دم اكتر من المعتاد بسبب الفورامين اللي اتكون ده يعني، او رابشر اللي حصل. ففي باي فنتريكولار فيلير، ناحيتين بقوا فيهم فيلير، ممكن توصل لشوك. تمام؟ من ضمن الفايندنجز الحلوه قوي في الموضوع ده يقول لك مستويات الاكسجين. لما انت بتعدي اكسجين من الناحيه الشمال لليمين، يبقى الناحيه اليمين هتبقى هاي اوكسجينيتد. هتلاقي ان الرايت اتريوم طبيعه زي الفل والاكسجين بتاعه قليل لان جايب من الجسم كله. اما الرايت فنتريكل هتلاقي الاكسجين بتاعه عالي. يقول لك مثلا رايت اتريوم كام في المية؟ 30% اكسجين مثلا يعني، ورايت فنتريكل 50%. امال زاد امتى الرايت فنتريكل؟ زاد من الشنط اللي موجوده ما بين التو فنتريكلز. تمام؟ فدي الحاجات اللي هتعرفني ان هو دخل في سيبتم رابشر. من اهم الحاجات نبص على ايه؟ جات له امتى يا دكتور الام اي؟ جات له النهارده، امبارح، اول امبارح، من 4-5 ايام. تمام؟ هي ده الرينج بتاعنا. ماشي. ايه كمان ممكن يحصل؟ الفري وول رابشر، دي مهمه جدا. فري وول ان هي ترابشر، يعني الوول بقى بتاعت الفنتريكل يفتح على الشارع بقى. الفري وول رابشر بيحصل في خلال قد ايه؟ عادي في اول 5 ايام، ممكن في اي وقت في اول 5 ايام مش مشكله. اب تو قد ايه بقى؟ اللي فاتوا كان اخرهم 5 ايام، لا ده مش اخره 5 ايام، ممكن في خلال 5 ايام لغايه اسبوعين، ودي مهمه جدا. فلما الاقي اعراض ايمرجنج جديده كده اهو من اسبوعين، انسى بقى السبتم رابشر وانسى بقى البابيلاري ماسل رابشر، ما توهش نفسي. طيب اعرف منين ان ده فري وول رابشر؟ هو ايه اللي بيحصل لما الفري وول بترابشر؟ طبعا مع الليفت انتيريور ديسندنج، مع الليفت فنتريكل يعني. ايه اللي بيحصل؟ طبعا شيست بين رهيب. ماشي. الهارت بقى فيه يعني اتخرم حرفيا، مستني منه ايه؟ اكيد يكون فيه تشيست بين. طيب بقى بيحصل ايه؟ دم كتير عمال يطلع من القلب، ابتدي يحصل شوك من الدم اللي عمال يطلع. والدم اللي بيطلع ده بيعمل ايه؟ بيتجمع حوالين القلب، يعمل تامبوناد. تمام؟ فيعمل ريستريكشن كده هو جامد على القلب. كل الحاجات دي بتاكد دخول القلب في حاله الشوك. يبقى هل في الكومبليكيشنز اللي فاتوا دي قلنا ممكن يحصل شوك؟ ممكن مع السبتم رابشر، لكن مع الفري وول رابشر مهمه جدا ان هو ممكن يجيب لك سيمتوم شوك. دي حاله كاردياك تامبونات، دم رهيب جدا بقى طالع من القلب بيملى البريكارديوم كله. تمام؟ من الحاجات الحلوه قوي 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 الاوسكالتيشن ده. حط السماعه كده هتسمع القلب تحسه بعيد جدا. ليه بعيد؟ ما في حاجز دلوقتي، في دم ما بين السماعه بتاعتك وما بين القلب، ففي ديستانت هارت ساوند، ودي حاجه بنلاقيها مع التامبونات يعني. تمام؟ طبعا الكلام ده هنشوفه برده في الايكو فايندنجز اللي هي العمود ده، او كاتب لك هنلاقي الفيوجن والتامبونات والحاجات دي هنلاقيها موجوده. تمام؟ في خلال قد ايه؟ اسبوعين، بحد اقصى اسبوعين، مش لازم اسبوعين بس بحد اقصى هتوصل لغايه اسبوعين. ماشي. من ضمن الكومبليكيشنز برضو اللي هي مهمه جدا عندنا هي الانيوريزم. ان الفنتركل اللي فيه حته ماتت بسبب الام اي بقى فيه فايبروزس، فالوول بقى ايه؟ ضعيف. مع الضغط بتاع القلب والانقباض بتاع القلب كل مره، الوول الضعيف اللي فيه فايبروس تيشو ده يحصل له ايه؟ يبتدي يضعف يضعف لغايه ما يوسع ويعمل بالونه. فالكلام ده ياخد وقت. ياخد قد ايه بقى؟ ممكن يقول لك كم اسابيع، شهور، 3 شهور مثلا، ممكن توصل ل 3 شهور. في حالات الليفت فنتريكل انيوريزم اللي هي بعد الام اي يقول لك ايه؟ في خلال شهور مثلا، شهرين 3 تبتدي تجيله الانيوريزم بسبب فيه فايبرس تيشو. طبعا برضو نفس الارتري اللي في الليفت فنتريكل اللي هو اللاد، ليفت انتيريور ديسندنج. بعد كده تبتدي تظهر اعراض طبعا هارت فيلير عليه. انت متخيل القلب يعني المفروض شغال وفي بالونه كده اهو بقت موجوده فيه. فلما بيجي يعمل كونتراكشن، بدل ما الدم بقى كله بيطلع كده، بقى فيه دم بينزل تحت، فهو داخل في حاله من الهارت فيلير، سب اكيوت هارت فيلير مع سيمتومز اوف ستيبل انجين. تمام؟ طبعا في الايكو هنشوفها، احنا في صور كتير قوي نحب نشوفها للانيوريزم هنلاقي منها، وانت لو دورت على النت هتلاقي فيديوهات حاجات حلوه جدا يعني واضحه خالص للليفت فنتريكل انيوريزم. احنا بنلاقي ايه؟ بنلاقي الوول، الحته بتاعت الانيوريزم دي بتكون طبعا ثن، بتكون رفيعه مش زي بقيه الفنتريكل وول تخين بقى فيه مصل. لا دلوقتي فايبرز بتكون ثن. الحاجه الثانيه ديسكاينيتك او هايبوكاينيتك، الحركه فيها ضعيفه، يعني في هنا كونتراكشن كويس، في هنا كونتراكشن، انما هنا الحركه في هايبو
كاينيزيا او ديسكاينيزيا موجوده في المنطقه دي. تمام. دي مش كل الكومبليكيشنز، يعني مثلا كان في كومبليكيشنز اللي كان بيقولها في بصومه، يقول لك من اهم الكومبليكيشنز بتحصل في نفس اليوم او من اشهرها يعني الاريثميا، ودي كانت اهم سبب للوفاه في حالات الام اي الاكيوت ام اي في اول يوم، هو الاريثميا، يحصل مثلا ventricular fibrillation. ايه كمان من الكومبليكيشنز؟ ونقول الكلام ده تاني دلوقتي، البريكاردايتس. تمام. فاكر لما كان يقول لك بريكاردايتس سواء حصلت بعدها بكام يوم او بعدها بشهور، ودي اللي بتكون دريسلر سندروم بقى واوتو اميون والكلام ده، برضو دي كومبليكيشن مهمه لازم نكون عارفينها. تمام. اسئله بقى، بيقول السؤال ده كعاده الاسئله في الحته دي هيقول لك ايه؟ واحد ام اي في خلال قد ايه؟ فاحنا بنتكلم ان واحد ام اي بقاله كام شهر، داخل على 3 شهور زي ما كاتب لك كده. اوكي، هو هنا يعني مش سؤال واضح، وهنا كاتب كديفينيشن للانيوريزم بتحصل امتى. ماشي، زي ما قلنا في خلال 3 شهور نلاقي ثينوفايبروتيك مايوكارديوم في الايكو. الحاجه اللي بعد كده بقى مهمه في الكلام اللي هو كاتبه، هو ايه اللي احنا بنشوفه في الاي سي جي؟ احنا قعدنا نتكلم في الاي سي جي كتير صح؟ طيب ما نضيف على الفايندنجز احنا لازم نحفظها بقى، احنا مش بس بناخد ام اي. هل ممكن يا دكتور اشوف كومبليكيشنز في ام اي في الاي سي جي؟ اه طبعا ممكن. عارف ممكن تشوف الانيوريزم وممكن تشوف البريكاردايتس، الاثنين ممكن تشوفهم في الاي سي جي. طب خلينا دلوقتي في الانيوريزم، هشوف ايه في الانيوريزم؟ هتلاقي ان واحد بعد الام اي جات له الام اي من فتره مثلا كام اسبوع زي ما قلنا، وفي دلوقتي persistent ST segment elevation، هو ما عندوش هو مش في حاله ام اي دلوقتي، فايه اللي مخلي الاس تي سيجمنت اليفيتد؟ ومش بس اس تي سيجمنت اليفيشن لان دي مش حاجه سبيسيفيك طبعا لوحدها، مع ديب كيو ويف. عارف كيو ار اس؟ كيو تلاقيها نازله جامد قوي، كيو ار اس تلاقي كيو نازله جامده قوي. احيانا ما تشوفش كيو ار اس، تشوف بس كيو. في اس جيهات كده لو دورت على النت تلاقي كيو بس هي اللي واضحه ونازله، حتى مش باينه حاجه ثانيه غير. تمام. اس تي سيجمنت اليفيشن مستمر مع كيو ار اس، سوري ديب كيو ويف. اجمع الاثنين مع بعض، ما تاخدش واحده لوحدها، عشان الاس تي سيجمنت اليفيشن لوحدها مش كفايه. تمام. طب نيجي بقى للسؤال بعد كده، هو هل ممكن يكون في كومبليكيشن للكومبليكيشن؟ يعني الانيوريزم دي ممكن يكون ليها كومبليكيشن؟ طبعا مهمه جدا. يجيبها لك بقى في سؤال، عارف لما يبقى في سؤالين شابكين في بعض. السؤال اللي بعده، برافو عليك انت عرفت انها انيوريزم. العيان ده بقى ممكن يكون معرض لايه؟ ويجيبها لك باي طريقه. طبعا انيوريزم، حته من القلب بايظه، قلنا ده الهارت فيلير اللي اتكلمنا عليه. ايه كمان مهم جدا؟ المنطقه الفايبروتيك دي ممكن يطلع منها اريزمي. ماشي. ايه كمان ممكن؟ ودي حلوه خالص ما تنساهاش، مايترال ريجيرج. ايه ده مايترال ريجيرج؟ مش قلنا المايترال ريجيرج بسبب البابيلاري ماسل رابشر؟ لا مش لازم ده السبب الوحيد يعني. يقول لك بسبب ان في انيوريزم اتكونت، التوبوجرافي بتاعت الفنتريكل، الجيومتري، التركيب بتاعه بوظ شغل البابيلاري ماسل. البابيلاري ماسل بتطلع من فنتريكل عامل الشكل ده تمام كده، وهي طالعه منه عشان تمسك البتاع ده الفالف. طب دلوقتي بقى الفنتريكل فيه انيوريزم قد كده، البابيلاري ماسل ممكن ما تعرفش تشتغل في التشينج او في الديستورشن بتاع الليفت فنتريكل ده، فممكن يحصل مايترال ريجيرج. تمام. تستبعدهاش لو جات لك في سؤال. وطبعا الحاجه اللي كلنا بقى عارفينها كويس جدا ودي مش محتاجه شرح، هي الميورال ثرومبوزس. دي مهمه جدا جدا جدا، جلطه جوه القلب نفسه، لان في ستاجنيشن ممكن يبقى في الحته اللي هي في الانيوريزم دي، ومنها تطلع بقى ايه؟ تطلع بقى امبولاس على اي مكان في الجسم، على لمبه، على اورجان، على اي حاجه. تمام. طيب خصوص بقى حته البابيلاري ماسل رابشر، احنا لسه قايلين هل مايتر ريجيرج بس معناها بابيلاري ماسل رابشر؟ لا، ممكن تكون كومبليكيشن للانيوريزم. طيب انا اعرف ازاي الفرق؟ حاجات كتير من ضمنها ان مفيش اي سي جي تشينج مع البابيلاري ماسل رابشر. الاي سي جي ماسل، البابيلاري ماسل لما بترابشر بسبب الام اي اكيوت ام اي مش هتعمل حاجه في الاس تي سيجمنت، لكن الانيوريزم هي اللي هتعمل. قلنا persistent اس تي سيجمنت اليفيشن مع ديب كيو ويف. وقلنا دلوقتي الكومبليكيشنز بتاعت الكومبليكيشن بتاعت الانيوريزم، وكانت اهمها طبعا الميورال ثرومبوزس، دي ما فيهاش كلام، وكمان الاريزميا. تمام. دي صوره بقى للايكو زي ما هو واضح. طبعا الايكو احنا عشان نكون عارفين الصوره بتاعته او اي صوره ايكو احنا بنشوفها عامله ازاي، احنا بنبص على القلب دايما يجيبه لك مقلوب. ليه مقلوب؟ البروب بتاع الايكو بيبص على القلب من تحت، دكتور كده بتاع القلب ماسك البروب من تحت، فاول حاجه بيشوفها من تحت اللي هي الفنتريكلز. عشان كده تلاقي الفنتريكل من فوق اللي هو بدايه الكاميرا بتاعت الايكو هنا، كان انجاز التعبير يعني، بتشوف الجزء ده في الاول، فتلاقي هنا الفنتريكل، وتحت هو الاتريوم، بتلاقيه بقى معكوسه الصوره يعني.
اللي احنا شايفينه هنا ده ليفت فنتريكل، ده ليفت اتريوم، رايت اتريوم، رايت فنتريكل. شايفين بقى الليفت فنتريكل ماله؟ بص بتاع الكبيره اللي في الاخر دي، البالونه اللي في الاخر دي، مش طبيعي انه يكون موجود. هي دي الليفت فنتريكولار انيوريزم. برضو هنا في صوره ثانيه، شايف واضحه جدا اهي، فنتريكل انيوريزم. احنا قلنا القلب مقلوب في الايكو. الصوره دي بقى صوره الاي سي جي اتكلمنا عليها. هتلاقي في اس تي سيجمنت اليفيشن، يعني مثلا اهو في 2 في اليفيشن. شايفين فين تاني؟ ممكن هنا في 2. طبعا في 3 واضحه الاس تي سيجمنت اليفيشن، في 4 فيها اس تي سيجمنت اليفيشن. بص بقى على الكيو ويف، هي دي بقى علشان ما تدخلش كلام في بعض تقول ما الاس تي سيجمنت اليفيشن ده مش حاجه سبيسيفيك، ما 100 حاجه احنا عمالين نقول من الصبح، وبعد شويه في حاجات تانية فيها كمان اس تي سيجمنت اليفيشن. شايف الكيو ويف كبيره هنا ازاي؟ شايف؟ بص اعتقد واضحه الكيو ويف مثلا. بص الكيو ويف دي يا اخي مش محتاجه كلام يعني. كيو ويف ديب مع اس تي سيجمنت اليفيشن. ده طبعا الكلام البسيط يعني عشان احنا نعرف نميزها يعني. اتكلمنا على الانيوريزم، قرر يحطه لك كده في موضوع لوحده علشان تحترف الليفت فنتريكل انيوريزم. تمام؟ ركز بقى. ايه اللي احنا كنا بنقوله؟ ايه اللي عمل الانيوريزم؟ سكار تيشو، فايبروس تيشو بعد الام اي. ماشي؟ ايه الكلينيكال برزنتيشن يا دكتور؟ بقاله شهرين ثلاثه جات له ام اي من شهرين ثلاثه. هيجي لي بقى بهارت فيلير، سيمبتومز اوف انجينا، وقلنا الكلام ده. الريزميا قلنا مهمه جدا، فنتريكولار تاكيكارديا مثلا. وامبوليزم قلنا مهمه خالص، لان ممكن يكون عنده ميورال ثرومبوزس تطلع بقى منها اي امبولايزيشن على اي حته في الجسم. ازاي بتشخصها؟ بيرزيستنت اس تي اليفيشن وديب كيو ويف، وشفناهم هما الاثنين. ما تكتفيش بواحده، بص على الاثنين. السؤال عاده هيجيب لك صوره واضحه فيها الاثنين، اس تي سيجمنت اليفيشن مع ديب كيو ويف، عشان ما تتلخبطش. تمام؟ بالاضافه طبعا لكل الهيستوري اللي احنا قلناه ده. في الايكو قلنا ثين وديسكاينيتك مايوكارديال وول. سهل الكلام ده قوي. سؤال هنسال بقى في الكومبليكيشنز اللي فاتوا. بيقول لك يا دكتور واحد جات له ام اي من شهرين، نركز على الفتره. جاي لنا النهارده بهارت فيلير وبرزيستنت اس تي اليفيشن وديب كيو ويف. خلاص الراجل حلها لك يعني، دي فنتريكولار انيوريزم. بيكلمك عن ترو انيوريزم. طبعا ترو انيوريزم معناها ان الوول وسع زي ما احنا شفنا. امال ايه الفولس او السودو انيوريزم؟ السودو انيوريزم معناها ان في دم بسبب بيرفوريشن في الهارت مثلا، او حتى لو في الفيسلز يعني في سودو انيوريزم، فعامل هيماتوما جنب مثلا بلاد فيسل. لو قلناها في الفيسلز يعني الهيماتوما، انت الكلكعه اللي بره دي ممكن تفتكرها ان هي انيوريزم، بس هي مش انيوريزم. الوول مش دايليتد ولا حاجه. فدي اسمها فولس او سودو انيوريزم. لكن احنا بنتكلم على ترو انيوريزم بتحصل بعد في حدود شهور يعني، في خلال شهرين ثلاثه مثلا من الام اي، وفيها ريسك للميورال ثرومبوزس. قلنا الكلام ده. سؤال تاني، ام اي كذا شهر، والنهارده جاي لك ديزنيا ولور اكستريمتي ايديما وجاجلر فينوس سستنشن وبايبازلر كراكلز. خلاص هارت فيلير عرفنا، واس تي سيجمنت اليفيشن خلاص خلصت. تمام؟ طيب اوكي. واحنا اللي قلناه ده طبعا هنا في حته لما بيحصل كونتراكشن للهارت، الدم بيطلع بدل ما يطلع لفوق على الاورطه، في جزء منه بيبقى نازل تحت على الانيوريزم. يقول لك في بارادوكسيكال بالجنج، فبياخد الدم جزء منه لتحت ويعمل دايليشن في الهارت اكتر يعني. كومبليكيشن مهمه جدا اللي احنا قلناها من الانيوريزم، ان يحصل بقى ميورال ثرومبوزس وتعمل لي، ممكن تروح تقفل ايه بقى؟ احنا قلنا ممكن تقفل اي مكان، ممكن تقفل لمب، بلاد فيسل رايح لرجل مثلا، للايد، لاي حاجه. الرجل هي الاشهر طبعا يعني، مش بس بقى البرين والحاجات دي يعني. فتوقع ان ممكن يجي لك لمب اسكيمي. فعشان كده نستغل الفرصه زي ما احنا متعودين ان احنا نذاكر الاكيوت لمب اسكيميا. شيء علينا ولا ايه؟ طيب اكيوت لمب اسكيميا ده موضوع كنا الناس الشاطره قوي فاكراه في الجراحه في سنه 6 كده، ايام ما كان في 6 يعني. ايه اسباب الاكيوت لمب اسكيميا يا عم؟ قول بقى الكلام ما انت عارفه كله بقى. احنا موضوعنا النهارده كاردياك. كاردياك امبوليزم زي ما اللي احنا قلناها، ممكن ارتيريال امبوليزم، ممكن جلطه في الشريان نفسه بتاع اللمب نفسه، في البريفرال فاسكولار ديزيز، ممكن ايتروجينيك، ممكن بسبب تروما، ايا كان بقى. الفيتشرز ايه؟ ده المهم. اعرف منين في السؤال ان هو بيكلمني على حاله حاله لمب اسكيميا بسبب انيوريزم؟ اشك فيها ازاي؟ فاكر الستة بي بتوع الجراحه؟ كلام كان سهل جدا. الستة بي معروفين، لما ارتري بيتقفل اللي بيغذي اللمب ده يقف، خلاص تلاقي بقى ايه الاعراض بتاعته؟
رقم واحد بين، مهم جدا يكون في سيفير بين. طبعا بالور لان مفيش دم، باراثيزيا، بالسلسنس لما تيجي تحسه مفيش، وبيكون الليمب ده بارد مفيش دم جواه، فقال لك بقى هيجيبوا كلمه بحرف البي يكلكعوها علشان حرف البي يمشي معاه، فاسمها بويكايلو ثيرميا يعني كول، هايبوثيرميا يعني في الحته دي. واخر حاجه ممكن تحصل ليت باراليسيس لما كل حاجه تموت والمصل تموت والنرف يموت وكل الكلام ده. تمام. 6 بي مهمين جدا اكيد انت عارفهم. توقعهم بقى ده موضوعنا النهارده مع ايه؟ مع الام اي. جات له ام اي من كام شهر والنهارده جاي له 6 بي، ايه رايك؟ ده اللي انا عايز اقوله. طيب اعالجه ازاي؟ طبعا انتي كواجوليشن، والكلام بقى بتاع الجراحه، هل ثرومبوليسيس ولا سيرجري ان كان ده. شويه اسئله بقى، بيقول لك يا دكتور واحد ريسنت ام اي جاي لنا بالستة بي اللي احنا قلناهم ان وان لمب، خلاص دي اكيوت لمب اسكيميا. diagnosis of post ام اي، واحد جات له ام اي من 3 ايام، خلي بالك من الوقت 3 ايام، وجاي لنا دلوقتي في بالمونري اديما جديده. اديما جديده حلوه دي. في بالمونري اديما ايمرجنج ظهرت فجاه، ها ما حصلتش من لما جات له الام اي. بعد 3 ايام جات له الاديما، وايه كمان؟ ضغط واطي، وايه كمان؟ الاحلى بقى واحده ايه؟ سيستوليك ميرمر في الايبكس. يا راجل خلاص، ده راجل يعني هيجي يبص على رجلك يقول لك بابيلاري ماسل رابشر. قلنا في لغايه اول 5 ايام ممكن تحصل بابيلاري ماسل رابشر، واعتقد الاعراض مفيش اوضح من كده يعني. ايه تشخيص واحد ام اي 5 ايام جاي لنا دلوقتي اكيوت اونست تشيست بين؟ ماشي برضو مش كفايه. خد دي كمان، بروفاوند شوك. قلنا الشوك مهمه جدا عند واحده من الكومبليكيشنز ركزنا عليه. يبقى تشيست بين جامد قوي فجاه من بعد 5 ايام من الام اي. ممكن واحد يقول لي ده ري انفاركشن يعني، ما اكمل الكلام بقى الاخر. بروفاوند شوك من غير ساينز اوف كونجستيف هارت فيلر، خلاص الراجل عايز يقول لك يا عم ابعد عن كل حاجه، دي فنتريكولار فري وول رابشر. قلنا الفري وول رابشر كان مهم جدا البين مع الشوك، والشوك قلنا مهمه جدا في الوول رابشر. قلناها صحيح مع الانترفنتريكولار رابشر، بس الاهم مع الفري وول رابشر، دي حاله كاردياك تامبونات يعني. طيب اللي بعده ام اي من 5 ايام، ماشي. في ايه بقى؟ كارديوجينيك شوك. طيب وايه كمان؟ هارش هولو سيستوليك ميرمر، فين بقى مكانها؟ ليفت ستيرنال بوردر. قلنا بنفرق ازاي؟ هولو سيستوليك عند الابيكس ولا هولو سيستوليك عند الستيرنم؟ خلاص بدي حاله انتر فنتريكولار سيبتال رابشر، وطبعا في كارديوجينيك شوك زي ما احنا ما وضحنا. قلنا التفسير بتاعها بالاضافه لفرق الاكسجينيشن بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل. اللي بعد واحد ام اي يا دكتور جاي لنا بقى بعد قد ايه بقى؟ اسابيع. ماشي. تشيست بين، التشيست بين بيتحسن لما يميل لقدام. خلاص دي اتجاوبت في الحته دي، فكره ان تشيست بين وبيتحسن لما يميل لقدام دي بيريكاردايتس، محتاجه شرح يعني. بس بقى خد اللي بعدها عشان دي الاجمل، دي حاببها اكتر. ممكن ما يجيبها لك مثلا دي ويركز عليها وما يحطش حاجات كتير في السؤال، فلازم تكون عارفها. الاي سي جي، احنا قلنا الاي سي جي بتاع الانيوريزم ستي سيجمنت اليفيشن وديب كيو ويف. اي سي جي بقى بتاع البيريكاردايتس، دي حاله بيريكاردايتس واضحه بعد اسابيع او شهور، ده بسبب اوتو اميون الدريسلر سندروم اللي هي بوست مايوكارديال انفاركشن سندروم. بتطلع بقى اوتو اميونوجلوبولينز بقى تهاجم البيريكارديوم لو جات لنا بعد اسابيع يعني. بنشوف بقى، خلي بالك كذا حاجه، انا مش عارف يعني هم في بنوك الاسئله مش بيركزوا على كل حاجه في الموضوع ده، ركزوا على حاجه واحده بس، وهي diffuse ST segment elevation. الصراحه دي مش لذيذه قوي. ليه؟ لان ST segment elevation قلنا ما بقتش بقى سبيسيفيك، يعني مش بنتبسط قوي لما نشوفها ونقول الله انا شفت ST segment elevation. ما عادي، اولى ابتدائي طب هيقول لك دي مايوكارديال انفاركشن، ومن شويه احنا لسه شايفين ان هي ممكن تبقى مع الانيوريزم، ودلوقتي احنا بنقولها مع البيريكاردايتس. تمام، فهي مش كفايه بصراحه. البيريكاردايتس اصلا ليها ستيجز، الاكيوت بيريكاردايتس في الاي سي جي ليها ستيجز. لو في حد يعني يعرف كارديولوجيست يقول له الكلام ده، ان بيكون ليها كذا ستيج. في الاول بيكون في اس تي سيجمنت اليفيشن، ويقول لك ليها مواصفه معينه هنشوفها دلوقتي مع بعض. يقول لك كونكيف، يعني عامله ازاي؟ يعني ادي كيو ار اس
وتلاقيها طالعه بشكل عامل كده. شايف الرسمه الفنيه؟ كونكيف اس تي سيجمنت اليفيشن. شايف يا كارديولوجيست يا جامد لما تلاحظ الكونكيف، مش اي اس تي سيجمنت اليفيشن، لا 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 لا. انت فاكرين ان احنا بنتكلم مع مين؟ لا، احنا شفنا من شويه اس تي سيجمنت اليفيشن كده، لا دي كونكيف اس تي سيجمنت اليفيشن. مش بس كده كمان، يقول لك وفي بي ار ديبريشن. ادي البي ويف وتلاقيها الجزء ده ديبريسد تحت. الكلام ده مش هتلاقيه كتير بصراحه في الكيوبكس، بس لو انت فاهمه بجد يعني مفيش سؤال ممكن تغلط فيه في الحته دي. فمع البريكاردايتس هشوف في الفيرست ستيج بتاعتها ايه؟ اس تي سيجمنت اليفيشن ديفيوز في اغلب الليدز وبشكل كونكيف كمان، دي المعلومه الحلوه الزياده، مع بي ار سيجمنت او انترفال ديبريشن. تمام. بالمناسبه الاس تي سيجمنت اليفيشن ده مش احنا بنقول ديفيوز في اغلبهم مش في كلهم، يعني في ليدز بلاقي فيها اس تي سيجمنت ديبريشن وغالبا يا الاي في ار يا اما في 1، مش هتزيد عن كده. في اي في ار او في 1 ممكن الاقي فيهم ديبريشن، لكن باقي الليدز هلاقي فيها ديفيوز كونكيف اس تي سيجمنت اليفيشن. تمام. الكلام ده جامد قوي على فكره بجد، يعني انا عايز فلوس عليه. طيب ماشي. بيشرح لك بيقول لك ماليز وفيفر وما اعرفش اي اس ار والحاجات دي كلها، مش ده كلام سهل بقى بتاع البريكاردايتس. طبعا بيكون في بريكارديال رب. اوكي. طيب ندخل على اللي بعده. اللي بعده بيقول لك ايه اشهر سبب للسادن كاردياك ارست اميديت، يعني واحد جات له ام اي النهارده ومات النهارده. اشهر سبب قلنا طبعا الاريزميا، غالبا بيجي له ايه؟ في اف. دي اشهر حاجه على الاطلاق. بيجي لك في الاختيارات يقول لك كارديوجينيك شوك. لا، احنا لازم نكون عارفين الموست كومن كوز. موست كومن از اريزميا. تمام. طيب يا دكتور يا محترم، ام اي والرايت اتريال اوكسجين. خلاص انا شايف دي اتحلت، طالما بيقول لك اتريال اوكسجين وفنتريكل اوكسجين يبقى خلصت. اتريال اوكسجين 72%، فنتريكولار رايت فنتريكل اوكسجين 85%. يا ترى ايه اللي زود الاكسجينيشن في النص؟ طبعا السبتم بقى فيه رابشر. بص بقى الكلام الجامد ده اللي احنا بنقوله. ام اي بقى له 3 ايام جاي لي بلوريتيك تشيست بين، اعتقد اتحلت. بلوريتيك تشيست بين، ما اقصدش هنا دريسلر، بس نقصد بريكاردايتس، ان حصل بريكاردايتس. ففي بلوريتيك تشيست بين وبيمبروف بيتحسن لما العيان يميل لقدام. كلير لانجز اون اوسكالتيشن عشان تستثني بقى اسباب الكاردياك كلها. فدي حاله بوست انفاركشن بريكاردايتس. بوست كده على الاي سي جي في ديفيوز طبعا اس تي سيجمنت اليفيشن. شايف هنا في 3 على فكره، وتلاحظ ان هي كونكيف زي ما قلت لك. ادي في 6 برضه كونكيف اليفيشن. في 5 في 4 ليد 2 ليد 3 اي في اف. وقلنا قلت لك الدبريشن ممكن تلاقيه فين؟ ما حرمتكش من اي معلومه خالص، انت كارديولوجيست دلوقتي. في الاي في ار شايف الدبريشن؟ طب شايف الفي 1 شايف فيها الدبريشن؟ ده كلام محترم جدا. لو تلاحظ برضو ان في بي ار ديبريشن، شايف البي ار هنا ديبريسد ازاي؟ وفوق كمان هنا ديبريسد وهنا كمان ديبريسد. اعتقد الكلام ده يخليك ما تغلطش في ولا سؤال حرفيا. تمام. بالمناسبه احنا بنقول ده ايه؟ ده في ستيجز من البريكاردايتس، يعني دي مش الستيج الوحيده. بيجي بعد كده ستيج 2 تلاقي بقى في الاس تي سيجمنت تشينجز اتصلحت، بس تبتدي التي ويف هي اللي تتغير. التي ويف تبقى فلاتند، بعد كده الستيج اللي بعدها تلاقي التي ويف انفيرتد. تمام. لغايه ما الستيج الاخيره تلاقي التي ويف رجعت لطبيعتها. فككلام ادفانسد الموضوع ليه اختلافات كتير جدا، بس احنا خلينا نقول ادفانسد على الاقل على اللي علينا، ان مش بس ديفيوز اس تي سيجمنت اليفيشن. بصراحه عيب تدخل الامتحان يعني وتحاول تشخص بريكاردايتس بديفيوز اس تي سيجمنت اليفيشن. طيب الصوره دي جامده جدا. بص على الديفيوز اس تي سيجمنت اليفيشن، ومش اي اليفيشن. شايف الكونكيف؟ شايف يا ست الكل؟ دوقي معانا يا ست الكل. شايف؟ يا عيني على الجمال. كونكيف اليفيشن. طب بص يا جدع البي ار انترفال. شايف البي ار نازله تحت ازاي؟ بي ار ديبريشن واضحه جدا جدا جدا. وادي كمان هنا. في اغلب الليدز احنا شايفين نفس الفايندنجز، اليفيشن مع ديبريشن. تمام. شايف طيب الاي في ار ديبريسد ازاي في الاس تي سيجمنت؟ وشايف برضو في 1 لا هي في 1 هنا ما فيهاش ديبريشن، بس هي الاي في ار هي اللي فيها ديبريشن هنا، واضحه جدا يعني. تمام.